ليه ريحة عطرك بتطير؟ بتشتري برفان أصلي غالي أو حتى كوبي أو تركيب وترشه الصبح وبعد كام ساعة، ولا كأنك حطيت حاجة؟ تفتكر المشكلة في العطر؟ في جسمك؟ لا يا عزيزي، المشكلة ممكن تكون في جيبك. أيوة، السيجارة. تعال أقولك على حاجة أغلب الناس مش بتفكر فيها. نوعية لبسك بتأثر على ثبات العطر بشكل كبير. اللبس القطني مثلا بيمسك الريحة، لكن اللبس اللي فيه بوليستر بيروح منه العطر بسرعة. بس الكارثة مش هنا. الكارثة تبدأ أول ما تدخن سيجارة. ريحة السجاير بتمسك في اللبس وبتغطي على أي عطر مهما كان قوي. يعني مهما كنت حاطط إيفنتوس أو حتى وان مان شو، أول نفس سيجارة كل حاجة بتتشوه، والريحة تبقى غريبة وممكن تكون مزعجة للناس حواليك. مش بس كده، التدخين بيضعف حاسة الشم عندك. يعني العطر لسه شغال وانت مش حاسس، فترش تاني وتالت وتبقى ريحتك تقيلة جدا وانت فاكر انك مش حاطط كفاية. يعني ببساطة، التدخين مش بس بيأذي صحتك، ده كمان بيضيع ريحتك اللي انت دافع فيها كتير. لو مش ناوي تبطل دلوقتي، على الأقل خفف. اختار لبس قطن وبلاش البوليستر، واهتم بتوقيت رش العطر، وخلي ريحتك تقول عنك انك رايق. ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان توصلك كل أسرار العطور. ومع أبو عمار، دايما ريحتكم حلوة وذوق عالي.